طيبة للجميع، تحية طيبة لكل من جعل شعاره الإخلاص وقوى بذلك روابط المودة والإخاء. معنا ضيوف أكارم شرفونا ونزداد شرفا بوجودهم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وأهلا بالضيوف الكرام. ماذا نقول؟ لا نقول إلا كما قال الشاعر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. معنا قارئ للقرآن فضيلة الشيخ محمد رمضان، وهذا الرجل غني عن التعريف، فصوته لا زال يدوي في آذاننا ويعبق نفوسنا فرحا وطربا. معكم من الضيوف الأكارم الأستاذ محمد الدسوقي صاحب شركة المصرية للمواد الغذائية. مرحبا وأهلا بسيادتك في بيتك الثاني. ومعنا الأستاذ محمد الريان، مرحبا بحضرتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع. جئتم أهلا ووطئتم سهلا. تعالى يا شيخ محمد، هات لنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا غالي. بتقول يا حبيبي. مولانا. تعالى سلم وتعالى. شيخ. ازيك يا دكتور؟ نورنا والله. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مولانا؟ ازيك يا شيخ محمد؟ تعالى اتفضل. تعالى يا سيدي الشيخ محمد. طمنا عليك يا حبيبي. انا عايز اتفضل يا فنان يا جماعه. تعالى هاتوا يلا. ازيك يا مولانا؟ عظيمة العمر. السلام عليكم. هو عايز يقول لنا زي الصحة قال لك بخير. هو مصمم عايز يجي دخل يعمل ايه؟ الرجاء بقى يا جماعه اللي يجي يلبس السلام ويلزم المكان. اتفضل. لا بجد يعني عشان احترام بقى للقرآن وادب الحديث، وهذا هو الجد، وان الله يستحي من الحق. بقى يا استاذ زمان هم من الخطبه بتاعك مش ليه؟ أيها الأخوة الكرام، حياكم الله وبارك في جمعكم. أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على غير الميعاد أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. ما أجمل أن تلتقي قلوب على محبة الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وما وسلم. أجمل أن تتآلف القلوب على المودة والإخلاص بدون يعني كما نقول يعني بدون منافع أو بدون مصالح. فلا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول الآخر للأول يا أنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك. سئل الإمام الجليد رحمة الله عليه: ماذا لو ذكر الصالحون؟ قال: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة.
ثم قيل له ماذا لو ذكر الله عز وجل؟ قال إذا ذكر الله عز وجل نزلت الطمأنينة. واعلم أن المجلس الصالح يكفر 1000 مجلس من مجالس السوء، وما أكثر مجالس السوء التي نجلسها. ما أجمل أن نجلس في مجلس علم ومجلس قرآن كريم. إن الله سبحانه وتعالى يباهي بنا ملائكته، فنحن اجتمعنا على ذكر الله سبحانه وتعالى، والمكان الذي يتلى فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وخير ما نبدأ به هذا الحفل الطيب وهذا اللقاء الحميم الحميد الجميل إلى نفوسنا جميعا القرآن الكريم. معنا فضيلة الشيخ محمد رمضان، والذي عرف بصوته الجميل، والذي قرآنه يغزو القلوب، فالكلام إذا خرج من القلب وقع حتما في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. هذا الرجل ذو الخلق الطيب الذي احترم القرآن فاحترمه كل الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، فليتفضل سيادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. عليك. نعم. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. نعم. نعم محمد عليك. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
عليك يا دكتور. يا سلام. كده يا مولانا الله يفتح عليك. كده سد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه كده كده. عليك يا مولانا. كده يا سيدي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط عليك يا مولانا. نعم.
يفتح عليك. ما شاء الله. نعم. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن تنزل الملائكة